السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ساعات معدودات ويصبح القصر الرئاسي اللبناني في بعبدة شاغرا وبلا رئيس، ويتكرر المشهد للمرة الثانية بعد 7 سنوات عندما غادر الرئيس السابق إميل لحود القصر الجمهوري، وبقي لبنان بلا رئيس حتى 25 من أيار عام 2008. مشهد ربما يفتح أفق البلاد على العديد من الأسئلة حول ما بعد 25 من الجاري. فهل فعلا وواقعا الخلاف السياسي المحلي والانقسام بين القوى السياسية وتوزع المرشحين هو الحائل والمانع دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، أم أن الاشتباك الإقليمي والدولي هو الذي أوصل إلى الشغور في سدة الرئاسة؟ إلى متى يمكن أن تستمر فترة الشغور؟ وما هي التفاهمات التي جرت حول هذا الملف والتي سبق وأنتجت تسوية تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وبيانها الوزاري بعد 10 أشهر من التكليف؟ هل صحيح ما يقال من تهديدات من قبل بعض القوى السياسية لجهة مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب بعد 25 من أيار الجاري؟ وما مدى انسجام كل ما سبق مع دستور الطائف؟ ماذا أنجز اللبنانيون بعد مرور 14 عاما على تحرير معظم الأراضي المحتلة في الجنوب من دنس الاحتلال الصهيوني؟ وكيف تعاملت القوى السياسية مع هذا الإنجاز التاريخي في العصر الحديث؟ أين يقف لبنان خلال الساعات المقبلة ما بين الشغور الرئاسي والاحتفال بعيد المقاومة والانتصار والتحرير؟ وما هي اللغة المطلوبة والآفاق الممكنة للخروج من المأزق؟ أسئلة كثيرة تتصدر المشهد اللبناني لهذا الأسبوع، سنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة مع ضيف تميز بفكره الوطني التوحيدي والقومي العربي المتجدد، عنيت به رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني الأستاذ كمال شتيلة. ولكن اسمحوا لي مشاهدينا قبل أن نبدأ الحوار أن نتوقف مع تقرير يلخص المشهد لهذا الأسبوع. ساعات قليلة تفصل لبنان عن الدخول في شغور في سدة الرئاسة الأولى. يغادر الرئيس ميشيل سليمان قصر بعبدة ويحل الشغور ساكنا جديدا للقصر الجمهوري، شغور يدخل لبنان في نفق المجهول بعد فشل مجلس النواب للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد نظرا لعدم تأمين النصاب. فوت نواب الأمة الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية في جلسة الخميس الماضي. انتهت الجلسة إلى النتيجة نفسها التي انتهت إليها سابقاتها. غاب نواب تكتل التغيير والإصلاح النيابي وكتلة نواب حزب الله، واقتصر الحضور على 75 نائبا، هم كتل فريق 14 من آذار وكتلة الرئيس نبيه بري واللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط. في محاولة منه لإنقاذ ما تبقى من الجمهورية، اعتبر الرئيس نبيه بري أن الجلسة مفتوحة على أمل أن يتصاعد الدخان الأبيض من ساحة النجمة. إشكاليات دستورية عديدة تحدثت عنها القيادات السياسية في حال الشغور، خاصة وأن موضوع الانتخابات النيابية المقبلة ستداهم الجميع، وإذا تعذر إجراؤها احتاج الأمر إلى قانون للتمديد للبرلمان، والدور العادي المقبل للبرلمان لا يبدأ إلا منتصف تشرين الأول المقبل، ما يمكن أن يضع شرعية البرلمان الممدد لنفسه في مهب الريح. الحكومة التي ستتولى صلاحيات الرئيس بحسب الدستور هي الأخرى مهددة بالتعطيل بعد تصريحات الوزراء والنواب المسيحيين بمقاطعة الحكومة ورفض التشريع النيابي في ظل خلو الرئاسة. وتأتي الأزمة السياسية في البلاد بالتزامن مع حلول الذكرى 14 لاندحار العدو الصهيوني عن لبنان، مع التأكيد على حق لبنان بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة وبعض النقاط التي تحفظ عليها لبنان الرسمي في عهد الرئيس السابق العماد إميل لحود ورئيس الحكومة السابق سليم الحص. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني الأستاذ كمال شتيلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال. وأنوه بداية بعد الترحيب إلى أن وقائع هذه الحلقة تنقل مباشرة أيضا عبر أثير إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد على الموجة 96.5 FM. أستاذ كمال، كما ورد في التقرير الأمور والملفات معقدة محليا وربما مترابطة ما بين الشغور الرئاسي وذكرى التحرير.
إذا أردنا أن نبدأ بداية معك في هذه الحلقة من ذكرى عيد المقاومة والتحرير 14، هل تعتقد أن المسؤولين والقادة السياسيين في لبنان استطاعوا حماية هذا الإنجاز وصونه كما يجب؟ وما هو يعني المطلوب لحماية هكذا إنجازات عادة؟ أشكركم، وأود أن أحيي أولا أرواح الشهداء الأبرار شهداء المقاومة والتحرير، وأن أحيي المقاومين الأبطال، وأن أحيي أبطال المقاومة الفلسطينية وشهدائها وشهداء المقاومة العراقية وكل مقاوم شريف في الأمة العربية والعالم الإسلامي، وأحيي أهالي الشهداء الصابرين الصامدين الذين يمتلئون إيمانا ويستوعبون الفجيعة ويحولونها إلى فرحة بالشهادة، جعلنا الله على طريقهم. في عيد المقاومة والتحرير لابد أن نذكر شيئا عما جرى قبل هذه المرحلة. نعم. ففي العدوان الإسرائيلي عام 82 على لبنان واجتياحه الذي وصل إلى بيروت، كان المخطط الإسرائيلي ولا زال هو تقسيم لبنان وجعل كل كنتون طائفي يرتبط مع إسرائيل بعلاقة اتفاق، وكل كنتون يتصارع مع الكنتون الآخر، بحيث أن يكون كل كنتون على سلام مع إسرائيل وعلى حرب مع الكنتون المذهبي أو الطائفي الآخر. نعم. هذا هو المشروع الإسرائيلي مع إلحاق الجنوب بمعظمه للعدو الإسرائيلي، وخاصة في منطقة العرقوب حتى صيدا. هذا المخطط جرى تنفيذه أيام الإرهابي شارون في صيف العام 1982، فاجتاحوا لبنان واستبسلت المقاومة الفلسطينية، وكان هناك بعض فرق الجيش السوري سقط منهم أكثر من 20,000 قتيل، إضافة لقتلى وشهداء من اللبنانيين، وارتكبت مجزرة صبرا وشاتيلة فيها 3500 شهيد وضحية. نعم. وفعل يعني الإسرائيليين فعلا تدميريا كاملا للبنية التحتية اللبنانية لإخضاع لبنان كله لما يسمى باتفاق 17 أيار المذل بين لبنان وإسرائيل. هذا المخطط الذي ترجم بهذا الاجتياح العملي جابهه الشعب اللبناني رغم ضعف إمكاناته ورغم تخلي الأنظمة العربية عموما عنه، كان وحده في الميدان. فبدأت المقاومة منذ عام 82 يعني يوم الاجتياح ضد هذا العدو، وبدأت المعارضة من بيروت تتسع على مستوى لبنان رفضا لاتفاق 17 أيار ومواجهة لمحاولات الأمريكيين لاستثمار هذا العدوان الإسرائيلي لصالح لبنان صهيوني أطلسي. نعم. هذه المقاومات والمعارضات كلها أثمرت، فاضطر العدو الإسرائيلي للانسحاب من بيروت ومن ثم تاليا خلدي، ومن ثم إلى منطقة سعد حداد، منطقة الشريط الحدودي التي كانت يوم ذاك في نحو 10% من أرض لبنان كانت محتلة ما بين الجنوب وبين منطقة العرقوب كله في جنوب لبنان. قاوم الناس، خاصة المقاومة الإسلامية تبلورت واستفادت من تجارب المقاومين قبلها، واستفادت من تجارب المقاومة في كل أنحاء العالم، وبدأت عملية استنزاف خطيرة للعدو الإسرائيلي. وساعد في الأمر الجيش اللبناني بقيادة الرئيس إبيل لحود عندما كان قائدا للجيش، نسق مع المقاومة، وكانت نوع من سياسة دفاعية عملية استطاع من خلالها لبنان وبالوحدة الوطنية في لبنان لمجابهة هذا العدو، رغم أنه لبنان كان محطم مكسر مشرذم، مؤسساته الرسمية ضائعة وشعبه منكوب، وفي عنا أكثر بالحرب اللبنانية من 100,000 أو 150,000 ضحية
وشهيد. رغم كل ذلك نعم. بالإرادة للمقاومة، بإيمان المقاومة الإسلامية في مواجهة العدو، وبالتصميم وبالعلم وبالخبرة وبالانضباط، استطاعت أن تستنزف هذا العدو بشكل مستمر ومتواصل بدءا من اجتياحه عام 82. هذه المواجهة أتعبت الإسرائيليين وشكلت ضغط بالرأي العام الإسرائيلي على القيادة السياسية والعسكرية للانسحاب. نعم. إلى أن كان يوم التحرير الكامل في 25 أيار. استميحك عذرا أستاذ كمال. مشاهدينا الكرام، سنضطر إلى أخذ فاصل قصير ونتابع تفاصيل الحلقة.